لكل الناس اللي بتصحى بدري صباح الخير. نبدأ بقى بيومي أول ما بصحى من النوم. باخد الفيتامين بتاعتي حديد وفيتامين سي. المية طبعا ده بعد ما اخد الفيتامين حديد اخد فيتامين سي بعده عشان الجسم يمتصه كويس. ده بيتاخد لا اما قبل الفطار لا اما بعد الفطار بساعتين، بعد الوجبة عموما بساعتين، بس مفيد جدا. عامل زي البرتقال بس طعمه وحش قوي، معرفش ليه مش مستلطفه. بعدين ابدا بالفطار بتاعي جبنه فيتا ريحتها حلوه قوي، تقريبا عندنا اسمها اسطنبولي، وعندنا عيش بلدي على فكره برضو، في قطر بس عندنا عيش بلدي برضو. بيبقى كده. بصراحه بحب الميكس ده مع بيض مسلوق جدا، بيبقى نكهته جدا جميله. وطبعا بعد ما خلصت فطار ابدا انزل، الشمس حارقه، درجه الحراره 38 39 بس حر. ابدا متجهه الى القطارات المترو، طبعا متجهه الى الجيم كاني بالظبط رايحه داخله مطار. وبعدين نبدا ننزل بقى، والله بالظبط كاني داخله المطار، بس هو المترو الى القطارات. في مكان مدة كتير جدا في كل محطه. طبعا انا كنت ماشيه خطوتين ففرحت قوي، نحط الفلوس ونكتب الرقم المنتج اللي احنا عايزينه، بس انا كنت محتاجه ميه جدا. هو بيروح نازل ونروح واخدينه وبقى معانا الميه. ندخل بقى نحط الكارد في كده ونروح داخلين، ننزل بقى للمترو. طبعا انا كنت رايحه الجيم مستنيه المترو، فالمترو فتح ندخل فيه العربيه. تحفه. نلقاك في العودة. ولازم كوبايه القهوه قبل التمرين بتدي باور عالي جدا. وبعدين نبدا بقى ندخل الجيم، ندخل بقى في جو التمرين. لازم تتمرنوا كويس جدا، تبداوا تهتموا بالرياضه بتاعتكم. اولا الرجيم من غير رياضه ولا اي حاجه هتخسي بالعافيه وهتزهقي وترجعي تاكلي وهتزيدي ازيد من الاول، فلازم تدخلوا الرياضه ده في وسط حياتكم. حتى لو مش هتروحوا جيم وتطلعوا تنزلوا السلم او تمشوا على الاقل ساعه، بس انا انصحكم بالرياضه مع الرجيم جدا، لانه الدايت من غير رياضه فعلا ولا ليه اي لازمه، وكذلك الرياضه من غير دايت برضه ملهاش لازمه، فكل حاجه بتكمل بعضها. انا انصحكم بيه كده. بعدين خلصت الجيم نبدا نتسوق بطاطس مصر، وطبعا نرجع البيت نطبخ البطاطس اللي احنا جبناها. وسلام، اقابلكم في فيديو تاني. بالنسبه بقى للبطاطس انا ما صورتهاش، انا عملتها سريعه كده، عملتها صينيه لحمه بالبطاطس، بس مره تانية هبقى اقول لكم تريكاتي